طيب الله أوقاتكم بكل خير. نشرة الأخبار من الفضائية الإريترية، معكم فيها شهاب رأي والمسهل بأهم وأبرز العناوين. رئيس جمهورية الصومال يزور إريتريا. جهود للدفع بالتنمية الشعبية في إقليم عنسبة. بحث العملية التعليمية في لقو عنسبة. أمريكا تهدد بفرض عقوبات على تركيا ما لم تفرج عن قسط أمريكي. دول بريكس تتحد في مواجهة تهديد الحرب التجارية الأمريكية. وحريقا متعمدا وراء حرائق غابات اليونان. مرحبا بكم. يصل غدا السبت 28 من يوليو قبل الظهر فخامة رئيس جمهورية الصومال السيد محمد عبد الله محمد إلى العاصمة أسمرة في زيارة رسمية تستغرق 3 أيام، وذلك بموجب الدعوة التي وجهها له فخامة الرئيس السياس أفورقي. وسيبحث فخامة رئيس الصومال السيد محمد عبد الله محمد مع فخامة الرئيس السياس أفورقي سبل تعزيز العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك. يذكر أن جمهورية الصومال في الأعوام الماضية قد شهدت العديد من التحديات الجمة التي هدفت للمساس بسيادتها ووحدة ترابها. من المعلوم أن دولة إريتريا وجمهورية الصومال لهما علاقات أخوية وطيدة منذ فترة الكفاح المسلح للشعب الإريتري. عقد اجتماعا في مدينة كرن لبحث الدفع ببرامج التنمية وإنجاحها وتعزيز المشاركة الشعبية. وأوضح حاكم إقليم عنسبة السيد علي محمود في الاجتماع الذي شارك فيه القائمين ببرنامج التصدي والتنمية ومسؤولية الاتحادات، أوضح أن مناخ السلام الحالي يدفع لمزيد من العمل داعيا الاستعداد لمضاعفة العمل. كما حث لإجراء الدراسات المتكاملة في مجال الزراعة وتقديم معلومات دقيقة من الحراسة وحتى الحصاد، والاهتمام الجاد لإدارة المحميات، وذلك لضمان توفير علف الحيوانات والدفع بأنشطة حماية التربة والمياه. وأهاب الاجتماع لحماية المواقع الأثرية الجاذبة للسياحة والاهتمام الكبير لمجالات المواصلات والتحصيل الضريبي وغيرها، بالإضافة لتعزيز دور الإدارات لتسريع برامج التنمية الجارية. وأكد المشاركون على استعدادهم للمساهمة الفاعلة في إنجاح برامج التنمية. عقد سمينار في مديرية لقو عنسبة بإقليم الغاش بركة لبحث العملية التعليمية والتعرف على القصور والدفع بالمميزات في العام الدراسي 2017-2018. وناقش الاجتماع قضايا تسوير المدارس وإدخال المكتبات الرقمية وأنشطة الثقافة والرياضة والصحة والتعليم المسائي وأسباب غياب الطلاب وغيرها. وأوضح مسؤول التعليم في المديرية الأستاذ طهي برهاني بنجاح 74% من الطلاب البالغ عددهم 7161 طالب من المرحلة الابتدائية وحتى الثانوية، واتخاذ الخطوات لحل الأساسات المدرسية. من جانبه دعا مدير مديرية لقو عنسبة السيد أبراهام حاغوس في ختام السمينار دعا المجتمع للمساهمة في تخفيف مصاعب العملية التعليمية، مؤكدا على تعاون الإدارة لحل النواقص. وتوجد في مديرية لقو عنسبة 32 مدرسة من رياض الأطفال وحتى المرحلة الثانوية. تلقى 102 من أعضاء وزارة المالية و11 عضوا من وزارة الشؤون الخارجية دورة تأهيلية في المحاسبة، هي المرحلة الثانية من الدورة التأهيلية التي قدمت في السابق. وأوضح وزير المالية السيد برهاني هبت مريم في مراسم التخريج أن التأهيل المهني تم بعد تماشي مواد الدورة مع مهام وزارة المالية المصادق عليها من قبل وزارة التعليم، مشيرا إلى التوقعات لاستفادة المشاركين من المعرفة المكتسبة لتطبيقها وإحداث نقلة نوعية في العمل. وذكر مسؤول تنمية القدرات البشرية في وزارة المالية السيد برهاني ألم أن الدورة التأهيلية التي استمرت لسنة و5 أشهر شاركت فيها 84 امرأة، كما تابعت 14 من الأمهات الدورة بتخصيص الرعاية لأطفالهن. وقالت ممثلة الخريجين إن الدورات التدريبية التي تنظمها الحكومة للمواطنين تحقق نتائج جيدة في كفاءة العمل.
وكانت المرحلة الأولى من الدورة التأهيلية التي نظمت عام 2010 شارك فيها 124 من أعضاء وزارة المالية و17 من أعضاء وزارة الشؤون الخارجية. يقوم المزارعون في عد مونغوتي بجهود كبيرة في حماية التربة وحفظ المياه بمبادراتهم الذاتية، وذلك بقصد رفع الإنتاج الزراعي. وقال خبير حماية التربة والمياه في مديرية مندفرة السيد مكنن في السهية إن المزارعين يقومون بعمل نموذجي ببناء المدرجات والحواجز المائية في مزارعهم واستصلاحها وتسميدها وتخصيبها لرفع الإنتاجية. وأشار إلى أن العمل يساعد لاستقرار التربة وإحداث تغيير في العادات الزراعية. وذكر مدير ضاحية عد مونغوتي السيد رؤسوم عقبازجي أن الأنشطة التنموية الجارية بالمزارعين ناجحة في رفع الإنتاجية وضمان توفير علف الحيوانات. وتبعد عد مونغوتي مسافة حوالي 4 كيلومترات إلى القرب من مدينة مندفرة. دعت الشرطة الآباء لترسيخ قيم المجتمع لدى أبنائهم لدورها في مكافحة الجريمة. وأوضح قائد مركز شرطة مديرية صنعاء الملازم أميناي زودي في السمينارات التي عقدها في 22 ضاحية، أوضح دور المجتمع في مكافحة الجريمة ووعي الشعب بالقانون والعادات الضارة وعدم احترام قوانين المرور. وقال الملازم أميناي زودي إن المهام الرئيسية للشرطة هي إحلال الأمن والاستقرار وضمان احترام القانون، داعيا المواطنين الكف عن الإهمال الذي يشجع المجرمين وتعزيز تعاونهم مع الشرطة. ودعا الشعب والشرطة لتركيب إشارات المرور على طريق أسمرة صنعافي للحد من الحوادث المرورية وتشديد الأحكام العقابية في المحاكم لمرتكبي المخالفات المتكررة. مشاهدينا فاصل ثم الأنباء على الصعيد العالمي. عالميا هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض عقوبات كبيرة على تركيا ما لم تفرج عن قس أمريكي أدى احتجازه إلى زيادة التوتر في العلاقات بين البلدين العضوين في حلف الشمال الأطلسي. وكثفت إدارة ترامب حملة الضغط على أنقرة بعد يوم من سماح محكمة تركيا بنقل القس أندرو برانسون إلى الإقامة الجبرية بعد أن قضى 21 شهرا رهن الاحتجاز. وتجري محاكمة برانسون في تهم تتعلق بالإرهاب. وفي وقت سابق لوح نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس بتهديد مماثل وجهه مباشرة إلى الرئيس التركي. بالمقابل قال وزير الخارجية التركي مولود شاويش أوغلو إن تركيا لن تقبل أبدا التهديدات من أي طرف. وأدى التهديد بالعقوبات إلى تراجع في الأسواق المالية التركية. وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد صرح في وقت سابق ردا على المطالبات الأمريكية بإطلاق سراح برونسون إن بلاده على استعداد لإطلاق سراح القس برونسون مقابل تسليم واشنطن للداعية التركي فتح الله جولان المقيم في الولايات المتحدة. ندد قادة مجموعة بريكس وتضم كل من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا ندلوا خلال قمة عقدوها في جوهانسبرغ بالتحديات غير المسبوقة التي تهدد تعددية الأطراف، وذلك ردا على الحرب التجارية التي أطلقتها الولايات المتحدة. وفي بيان مشترك أعرب الرؤساء الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جي بينغ والجنوب أفريقي سيريل رامافوسا والبرازيلي ميشيل تامير ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي عبروا عن قلقهم بشأن آثار تدابير سياسة الاقتصاد الكلي التي اتخذت في بعض الاقتصادات المتقدمة الرئيسية، وحذر من أن هذه الإجراءات يمكن أن تسبب تقلبات اقتصادية ومالية في الاقتصادات الناشئة وقد يكون لها تأثير على آفاق نموها، مسلطين الضوء على أهمية وجود اقتصاد عالمي مفتوح يسمح لكل الدول وجميع الشعوب بأن يتشاركوا فوائد العولمة. كما دعت الدول الخمس جميع أعضاء منظمة التجارة العالمية إلى احترام قواعد هذه المنظمة والوفاء بالتزاماتهم في نظام تجاري متعدد الأطراف.
قال وزير حماية المواطنين اليوناني نيكوس توسكاس إن هناك مؤشرات قوية على أن حريقا متعمدا تسبب في حريق الغابات الذي اندلع قرب سيناء وأدى إلى مقتل ما لا يقل عن 73 شخصا وإصابة العشرات. هذا في الوقت الذي يواصل فيه رجال الإنقاذ البحث في الأرض المحترقة والبحر عن ناجين بعد 3 أيام من حريق غابات مدمر اجتاح بلدة ماتي الساحلية. وظهر أقارب مفقودين وقد سيطر عليهم اليأس على شاشة التلفزيون وناشدوا السلطات تقديم المساعدة، حيث اتهم آخرون السلطات بالمسؤولية عن الكارثة التي تعد أسوأ حريق غابات تواجهه اليابان منذ عقود. وفي أثينا حاول أقارب آخرون التعرف على جثث انتشلت من الحريق، وقال خبراء إن التعرف على هوية الموتى شديد الصعوبة لأن معظم الجثث متفحمة. نظم معرض فني للمكفوفين بالعاصمة التشيلية سانتياغو تحت شعار اليد على الجدار بتحويل شوارع المدينة إلى جدارات فنية عملاقة. المشروع الذي يهدف لتعويض فاقدي البصر وتمكينهم من الاستمتاع بفنون الرسم الجميلة يعمل بنظام لغة إشارة بريل أو عن طريق التسجيلات الصوتية التي تتاح من خلال التطبيقات الذكية. ويقام المعرض بضواحي باريو بيلاس المنطقة السياحية الأشهر بالعاصمة سانتياغو، وجذب قطاعات كبيرة من المهتمين والزوار. وتنشط بتشيلي العديد من المعارض الفنية في الآونة الأخيرة. نهاية النشرة، شكرا لكم على حسن المتابعة.